نفسك تعمل فيديوهات يوتيوب بس مش عارف تبدأ ازاي؟ انا هعلمك بالتفصيل ازاي بصنع فيديوهاتي على اليوتيوب خطوة بخطوة. اعمل لايك واشترك في القناة وهاتلك حاجة تشربها ويلا ركز معايا. اي فيديو يوتيوب هو طبيعي بيمر بعدة خطوات ثابتة ومحددة عشان تسهل عملية انتاجه بدون رغي ملوش داعي. اي فيديو في الدنيا هو فكرة في الاساس. طيب دايما تلاقي الناس بتتكلم على انها مش عارفه تلاقي افكار، او ان هي حاسه ان الافكار صعبه انها تتلاقى، او انها مش قادره تجيب افكار كفايه. دي فكره غلط تماما، لانك 24 ساعه انت عمال تتعرض لافكار مختلفه. انت كل شويه عمال تشوف فكره، اذا كان بتشوف ريل او بتشوف فيديو او بوست، اي حاجه هي عباره عن فكره انت بتتعرض لها. فموضوع الافكار بسيط، كل اللي نطالبه منك انك كل يوم تكتب 5 افكار، 5 افكار بس. وحتى لو في فكره من ال5 دول اول 5 انت مش هتقدر تطبقهم دلوقتي، ده مش مهم خالص. اكتب ال5 افكار، لان هيجي يوم وهتقدر تطبق فيه الافكار دي. كم الافكار اصلا انت بتتعرض لها دلوقتي رهيب. انت ممكن تلاقي واحد طلع لك من الثلاجه بيقول لك 5 مواقع للاي اي. كل المطلوب منك انك تكتب في اليوم 5 افكار بس. السنه 365 يوم، لو كتبت كل يوم 5 افكار انت معاك في اخر السنه 1825 فكره. مش مهم الافكار دي تتنفذ امتى، اكتبها وخلاص، لان الافكار بتروح. اوعى تفتكر انك هتفضل فاكر الفكره، افكار بتروح. حتى في فيديوهات على القناه ديت انا كنت كاتبها من سنه واكتر ونزلت، وفي فيديوهات لسه ما نزلتش انا كاتبها برضو من سنه واكتر. بشتغل على الفيديو حسب لو انا قادر اني انفذه بالامكانيات المتاحه عندي. فمهم جدا انك تحاول تطلع افكار كتيره حتى لو مش هتتعمل دلوقتي. ومهم قوي انك تعرف حاجه مهمه، ان مفيش حاجه اسمها فكره اوريجينال، دي شيء مغلوط. الافكار عامه بتيجي بالتاثر او بالاقتباس، يعني انت بتشوف حاجه بتتاثر بيها فبتطلع منها فكره. لكن فكره انك تجيب فكره من العدم ده حاجه اصلا مش في صفات البشر، دي صفات الخالق. انما انت انسان ما تقدرش انك تجيب حاجه من العدم، انك بتتاثر بحاجات ومنها بتطلع افكار. فمهم جدا انك تركز على النقطه دي. فالنصيحه اكتب كتير. وبعد بختار الفكرة واتأكد ان هي دي الفكرة اللي انا هعملها، بنتقل للمرحلة اللي بعدها وهي تفصيص الفكرة. تفصيص الفكرة هو ان انا بطلع منها كل العناصر المرتبطة بيها. يعني انا مثلا دلوقتي بعمل فيديو عن اساسيات التصوير التقنية زي الايزو والشاتر سبيد والفريم ريت وكده، فانا بقسمها لنقط. ومهم جدا اثناء ما انا بقسمها لنقط ان انا ارتبهم ترتيب منطقي. احنا مثلا في تصوير الفيديو بنختار الفريم ريت الاول، بعدين بختار على اساسه الشاتر سبيد. فمهم ان انا اشرح لك ده بترتيب منطقي بحيث انك تفهم بشكل تسلسلي. وطبعا الحركه دي مهمه عشان وقت الكتابه يترصوا ورا بعض بشكل منطقي. وبعد ما بفنص الفكره لعده عناصر، مهم جدا ان انا اعمل بحث كويس جدا على كل عنصر من العناصر دي. حتى لو انت عندك المعلومات والفكره مفيش مشكله انك تعمل مراجعه سريعه على معلوماتك، لان وارد يسقط منك معلومه او تكون فاهم حاجه غلط. طبيعي يكون في معلومه انت عارفها غلط، كده كده انت هتفضل تتعلم لاخر يوم في عمرك. بعد ما بعمل بحث كويس جدا بنتقل للمرحله الثانيه وهي كتابه الفيديو. انا بكتب الفيديو على جوجل دوكس وبسيفها PDF عشان اقدر اني اقراها بسهوله من على التابلت. انت اختار الطريقه اللي هتريحك حتى لو هتكتب الفيديو على ورق، رغم اني مش بفضل الطريقه دي قوي لان اثناء كتابه الفيديو بمسح كتير وبغلط كتير، فبحتاج حاجه الكترونيه اكتب عليها. مهم جدا وانت بتكتب الفيديو انك تعمل تسلسل منطقي للفيديو. انا دلوقتي بعمل فيديو عن ازاي بعمل فيديوهاتي، فالفيديو ده متقسم لعده خطوات، والخطوات ديت قسم لاجزاء، والاجزاء ديت بعمل بينهم ربط داخل الفيديو بحيث الانتقال في فصول الفيديو يكون ماشي ناعم قدامك. مثلا الربط ده انا عملته بجمله بختم بيها الموضوع وبخليها بدايه للموضوع الجديد زي ما انا عملت مرتين لحد دلوقتي في الفيديو ده. مهم جدا اثناء الكتابه انك تعمل حاجه اسمها الكول تو اكشن. الكول تو اكشن ده هو انك تقول للمتابع روح اعمل لايك وسبسكرايب. لا ده ليك انت، يعني روح انت اعمل الكلام ده. الفكره ان الكول تو اكشن انك بتفكر المتابع ان هو يعمل شيء معين، زي مثلا انك تفكره بانه يروح يتابعني على الانستجرام، ان انا هناك بنزل صور حلوه جدا من تصويري وبنزل حاجات كتير هناك. صدقني الكول تو اكشن بيفرق جدا، لان فعلا ساعات المتابع بيكون ناسي ان هو يعمل لايك او سبسكرايب، وساعات برضو المتابع بشكل لا واعي لما انا بقول له اعمل لايك وسبسكرايب بيروح اوتوماتيك يعمل لايك وسبسكرايب. ومهم برضو انك تختصر وما تفتحش قوي في الكلام، لان الناس دلوقتي بقى خلقها ضيق جدا ومش قادرين ان هم يتفرجوا على فيديو طويل، فاختصر. اكيد الخطوه اللي بعدها هي التصوير. التصوير منقسم ل3 اجزاء: صوت، اضاءه، وكاميرا. صدقني اهم جزء في الفيديو هو الصوت. مهم قوي جودة الصوت تكون معقولة عشان المتفرج يقدر ان هو يتفرج على الفيديو ما يكونش منزعج. لازم يكون واضح ومن غير تشويش او مشاكل. ممكن تستخدم مايك وايرلس بس يكون من ماركة معروفة، وممكن تستعمل اشهر مايك في التاريخ تقريبا البويا BY-M1 اللافلير مايك مشبك تقريبا ب 400 جنيه، وده اللي انا بستعمله دلوقتي. وبرضه ممكن تستخدم مايك شوت جان بيكون موجه ليك من خارج الكادر،
وده طبعا بيدي كواليتي ممتازه جدا، ولكنه بيكون اغلى بفرق كبير قوي. مهم جدا 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 من هنا للسنه الجايه المكان اللي هتصور فيه يكون صدى الصوت فيه قليل. طيب نفترض ان المكان اللي انت فيه صدى الصوت فيه عالي، نعالج المشكله دي ازاي؟ مثلا عندك ستاره على حيطه، شدها وافردها وخلي الستاره ديت ماليه الحيطه. عندك ارض بلاط او بورسلين او اي حاجه، غطيها باي مفرش او افرش عليها اي سجاده. عندك حيطان، لو قدرت تحط عليها مفارش او ستاره او اي سطح غير صلب، ده هيقلل جدا جدا صدى الصوت، لان صدى الصوت فكرته ان الصوت بيصطدم بالحيطه ويرتد منها تاني. فلو الحيطه ديت جسم مش صلب، الصوت هيرتد بنسبه اقل بكتير، فبالتالي الصدى هيقل. كنت اتكلمت عن الصوت بالتفصيل في قائمه التشغيل من هنا او من هنا. متنساش بس تعمل لايك للفيديو. تاني خطوه وهي الاضاءه. الاضاءه هي اهم عنصر في الصوره، لان الصوره فيزيائيا بتتكون من ضوء، الكاميرا بتشوف عن طريق الضوء. فلو انت موزع الضوء بشكل مش مظبوط او عامل غلطه في الضوء، طبيعي الصوره هتتاثر. فمهم في توزيع الاضاءه انك توزعها صح. كنت برضو اتكلمت عنها في فيديو ممكن تشوفه من هنا او من هنا، لكن دلوقتي انا هقول لك بشكل سريع انا ازاي بوزع الاضاءه في المشهد اللي انت شايفه ده. الاضاءه الرئيسيه في المشهد وهي الكي لايت، وهو السوفت بوكس انا حاطه قدامي في الاتجاه ده سوفت بوكس 50 في 50 وراكب عليه جريد انا اللي مصنعه بنفسي، وجواه لمبه اليوس 12 واط واحده بس داي لايت. السوفت بوكس ده انا موجهه عليا بزاويه 45 مني وباصص لتحت، يعني هو اعلى مني وباصص لي من فوق بزاويه 45 درجه. ده مهم عشان يرسم الشادو اللي انت شايفه في الحته دي، وطبعا الجريد عشان ما يرميش ورايا الضوء. تاني مصدر اضاءه، وهو مش مصدر اضاءه بالظبط، هو ريفليكتور انا حاطه في الجهه ديت علشان يعكس ضوء من السوفت بوكس ينور الجزء ده مني، وده كده من غير الريفليكتور. بعد كده انا حاطط مصدرين اضاءه لونهم ازرق، ومصدر منهم منور الحيطه اللي ورايا خالص، ومصدر تاني منور السفرة اللي ورايا هنا، والمصدر الاخير هو الاباجوره دي. ده كده تكوين اضاءه المشهد بتاعي. وبالاضافه كمان حاطط كشاف هنا عشان ينور الجزامه اللي ورايا ديت والجامع اللي عليها، لان طبعا مفيش ضوء واصل لهم في العادي. اما بالنسبه للكاميرا فانت ممكن تستخدم الموبايل بتاعك عادي. انا حاليا اصلا بصور من موبايل مش كاميرا. مهم بس انك لما تيجي تصور بالموبايل تصور بيه مانيوال. لو الموبايل فيه اعدادات مانيوال من الكاميرا الاساسيه صور بيها، لو مفيش استعمل برنامج زي اوبن كاميرا او بلاك ماجيك كاميرا. اوبن كاميرا للاندرويد، وبلاك ماجيك كاميرا موجود على الايفون وعلى الاندرويد دلوقتي. لو عايز تعرف ازاي تستعمل اي برنامج من الاثنين، انا كنت عامل فيديو عن اوبن كاميرا وكنت عامل فيديو عن بلاك ماجيك كاميرا، تقدر تخش تتفرج عليهم. طريقه ضبط اعدادات الموبايل بشكل سريع، انت اول حاجه بتعملها انك بتختار الفريم ريت. انا بصور على فريم ريت 30، وممكن ابقى اشرح بعد كده الفرق بين الفريم ريت المختلفين. فريم ريت 30 محتاج اظبط له شاتر سبيد 1/60. الشاتر سبيد بيكون ضعف الفريم ريت اللي انت بتصور بيه، ده بيخليني اقدر اوصل لحركه البلور اللي انت شايفها في الشاشه وانا بحرك ايدي. بعد ما بخلي الشاتر 1/60 ببتدي اظبط الايزو. الايزو ده هو اضاءه الصوره من الكاميرا. مهم جدا انك ما تعليهوش قوي، لانك لو عليته قوي هتلاقي في نويز بيظهر في الشادو. النويز ديت زي ان الصوره بتتدمر او بيظهر فيها تحبيب ملون في الاماكن المظلمه. تاني حاجه بالنسبه للكادر، مهم انك تكون متوسط الكادر زي كده بالظبط. ممكن طبعا تطبق الرول اوف ثيرد، تكون على يمين الكادر او شمال الكادر، لكن ده ما يفضلش في فيديو ان انا قاعد بكلمك بشكل مباشر ليك انت. يستحسن تكون متوسط الكادر. وبرضه هنبقى نعمل فيديوهات عن انواع الكادرات واحجام اللقطات. اثناء ما انت بتلقي الفيديو فانت بتقول جمله وبتسكت، وبتقول جمله وبتسكت. يعني انا دلوقتي بقول الجمله بتاعتي وهبتدي اسكت، وبعدين ببتدي اقول الجمله الثانيه. الطريقه ديت عشان في المونتاج اقدر اعمل كاتس في المونتاج بشكل سلس، والفيديو ما يبانش فيه الكاتات. المرحله الاخيره في التصوير وهي تصوير الصوره المصغره. مهم جدا 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 انك تفتكر انك تصور الصوره المصغره، لان الفيديو بصوره مصغره وحشه ليس له اي قيمه. الصوره المصغره هي اهم عنصر في الفيديو على يوتيوب.